انا بحمد ربنا ان جه الالتهاب البكتيري ده اللي هو بلا مناسبه علشان يدخلني في السكه العمليه. بحمد ربنا ان ربنا وقعني الدكتور محمد ياسين في المستشفى البريطاني عشان يوصلني للدكتور هشام. المهندس مصطفى إمام عبد القادر، السن 61 سنه. اول مره اتعرض قصة أو أي حاجة في عيني عموما. اللي حصل إن كان في من حوالي شهرين ظهر عندي التهاب في العين. توجهت المستشفى البريطاني في الشروق، ودكتور هناك محمد ياسين مشكورا قال لي إن عندك التهاب بكتيري في العين نتيجة ممكن عدوى من أي حاجة. ظهر في الكشف إن قال لي في عندك مية بيضة وقريبة، يعني مطلوب إنها في أقرب وقت تستعمل يعني. بالرغم ان انا كنت بعمل مأساة نظارات قبل كده من سنه واكتر، ما حدش يتكلم في الموضوع ده. يمكن في دكتور قال لي قدامها مش اقل من 5 سنين. انا اتفاجئت ان الدكتور محمد سيل قال لي ان الميه البيضاء دي جاهزه انها تتعمل، يعني تتعمل في اقرب وقت. اتوجهت على طول، حققت اتصال بدكتور هشام، تعرضت عليه في عياده الرحاب، وقال لي فعلا الميه البيضاء موجوده لكن مش مؤثره في النظر بشكل يعني كويس. انا حسيت يعني احنا ممكن نتوجه ان احنا نعمل العمليه لو في تاثير في النظر او في حصل صداع او يعني 3 حاجات كده. دكتور هشام مشكورا قال لي عليهم. وقت ما يحصل حاجه زي دي نبدا على طول نتواصل بخصوص العمليه. اللي حصل ان انا في خلال يمكن اسبوعين او 3 اسابيع الدنيا ماشيه بيس خالص تمام. فجاه لقيت في يوم بعد العودة من الشغل لقيت إن عيني اليمين عليها سحابة بيضاء واخدة تقريبا نص مستوى الرؤية. في حاجة بيضاء كده ظاهرة مش قادر أوصل لها، يعني ما بشوفش من خلالها. غسلت عيني بمية سخنة، نوع من قلت لو التهاب ممكن يروح أو حاجة، إلا إن الموضوع استمر. بعد كده ظهر بقى الصداع، صداع مستمر بشكل يعني غير عادي. الصداع ما بقيتش قادر استحمله، بقيت اخد في اليوم مثلا من 1 ل2 كتافلام. حققت اتصال بدكتور هشام كان يوم 4. تعرضنا يوم الأحد على العمليه لظروف خارج القاهره. كنت عملت خلال اليومين دول التحاليل اللي كان الدكتور هشام طالبها مني. بالنسبه يعني كان من اصعب الالام اللي حسيتها هي الصداع المستمر. الصداع يعني حتى بالكتافلام يعني تقريبا شبه ما كانش بيجيب النتيجه الايجابيه المطلوبه، الا ان كنت بوهم نفسي ان انا يعني بروح ومنتظر التوقيت اللي انا هعمل فيه العمليه يعني. وبفضل الله جيت مستشفى بدورة دكتور هشام. كان الكلام ده يوم 3 مارس. حضرته قال لا ان الضغط قال لي حاجه و50، يمكن 57 او 58. انا طبعا يعني ما عنديش الخبره اللي تقول يعني ايه 58 يعني ايه اقل او اكتر، لكن هو مشكورا قال لي ان العادي يمكن 14 ل 16، فاحنا كده 58 يعني تقريبا 3 اضعاف. يعني بشكل او اخر كنت بحاول اقول له طمني بس ما كنتش عارف، يعني هو كان بيصارحني زياده عن اللزوم. دي كانت مشكله بالنسبه لي. فالحمد لله بواسطه محاليل اتعلقت لي قبل العمليه مباشره. الدنيا هديت شويه والضغط نزل تقريبا في الرينج اللي هو المتاح ان احنا نعمل بيه العمليه. العملية في حد ذاتها تقريبا احنا قعدنا من حوالي 20 أو 25 دقيقة إجراء العملية. بفضل الله الأمور تمت. فيما بعد العملية العرض الرئيسي اللي كنت بحس بيه اللي هو موضوع الصداع. قلت يعني يهمني الصداع يروح وأي حاجة تانية مش مشكلة يعني. ففضل الله راح الصداع، وبفضل الله تاني يوم اسلم النظر، والدنيا كانت تقريبا على قول الدكتور هشام قال تقريبا احنا 2/10. استمرينا على القطرات والمرهم اللي كان كاتبه لي، وفي خلال تقريبا يعني عملنا متابعه تاني بعدها باسبوع والدنيا كانت احسن. وبعديها باسبوعين تاني قررنا ان احنا نعمل العمليه بتاعت العين الشمال باسم النظر. قبلها العين اليمين بفضل الله 6/6 ومفيش اي اعراض، الا ان احنا مستمرين برضه في القطرات. العين الشمال كانت لسه يعني الحمد لله اتلحقت قبل ما توصل للمرحله بتاعه اليمين من ناحيه الضغط، بس كان لازم طبعا انها تتعمل. فالحمد لله بفضل الله اتعملت. تاني يوم قسنا النظر تقريبا برضه كان في حدود 2. النهارده بفضل الله نقرض ربنا بقى لنا اسبوع
من العملية. اليمين الحمد لله 6/6، الشمال وصلنا ل9/6، وده بفضل الله ثم دكتور هشام، وبشكره شكر خاص، وأتمنى يا رب إن شاء الله إن أنا أقدر أقدم له أي خدمة أو يعني توفي اللي هو عمله لي يعني. على حد قول حضرتك قلت لي يعني ارتفاع الضغط نتيجة شوية حاجات تكنيكال كده في العين، قلت لي عليها برضه ما شغلتش نفسي بيها كتير، إلا إن يعني بتأكد لي إنها إن شاء الله مش هتحصل تاني، وده في حد ذاته مطمني جدا يعني. دي نقطة كويسة وبشكر حضرتك عليها. الرسالة والله يعني أنا بحمد ربنا إن جه الالتهاب البكتيري ده اللي هو بلا مناسبة علشان يدخلني في السكة العملية. بحمد ربنا إن ربنا وقعني بدكتور محمد ياسين في المستشفى البريطاني عشان يوصلني للدكتور هشام. الحقيقة ربنا يبارك فيكم جميعا. نصيحة يعني موضوع العين ده تحديدا يعني يمكن غير أي عضو تاني، أنا قعدت أعاني من الغدة الدرقية حوالي 6 سنين وما كانش فيه مشاكل. إلا إن النظر تحديدا يعني مجرد ما يحصل أي حاجة ده ما كانش يبقى فيه تشيك يعني دوري بمعنى صح، يعني كل 6 شهور كل سنة أيا كان. خصوصا إن أنا عندي سكر وعندي هيستوري السكر يعدي ال20 سنة تقريبا. فكان طبيعي إن أنا لازم كنت من وقت للتاني أعمل تشيك على النظر. كان ممكن الموضوع ده يعني قدر الله ما شاء فعل، لكن كان ممكن يبقى أفضل من كده وما كناش وصلنا لموضوع الضغط العالي بتاع العين يعني.